السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين مع الصهد؟ كي دايرين مع الحراره؟ كلشي بخير. المهم بالنسبه اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه زوينه ديال التشيز كيك. حنا بطبيعه الحال دابا الصهد وكنبغيو ديما ناخذوا شي حاجه بارده هكايا مور الغداء في العشيه. داكشي اللي جبت لكم واحد التشيز كيك سهله بزاف، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم نخليكم مع المقادير. اول حاجه غادي ناخذوا بسكوي. خذوا البسكوي ديالكم المفضل اللي كيعجبكم. انا هنا خديت هيرنيس وغنزيد معاه حتى ماريا. وغتحتاجوا في هذه الطبقه الاولى غادي تحتاجوا 3 ديال المعالق ديال الزبده مذوبين. وابخي غادي نصايبوا هذا، غادي نفرتوه مزيان وغادي نحطوه هنا في المول ونرجع. اذا البنات دابا ملي طحنت البسكوي غادي نزيد عليه داك الزبده اللي ذوبناها، غادي نضيفو وغادي نبقاو نجمعو بيدينا بحال هكا حتى كيولي كامل مرمل. وغادي نزيد عاوتاني داك الزبده وغادي نجمع هادشي هذا كامل مزيان. المهم البنات هادشي كيف هادي كتجي خطيره زوينه بزاف. انا ديجا كنت عدلتها بالفريز، ودابا بغيت نبدل المذاق شويه وقلت نعملها بالكيوي، كتجي حتى هي زوينه. المهم الديسير نتوما وانا ديسير كيعجبكم ديروه. صافي غادي نكمل هادي بحال هكا وابخي غادي نديرها في المول. خليكم معايا. اذا البنات من بعد دابا ما حطيت البسكويت في المول، ديروا له بحال هكا، كدير له بحال هكا باش كيجي كامل مساوي مقادد. الا عندكم هاد البلانشه هادي راه مزيانه، ما عندكمش صافي ديروا غير المعلقه ماشي مشكل. المهم هو انه يجي مقاد ويجي مساوي كامل بحال هكا. صافي وفاش كتساليو هادشي كيك هادي راها باش سهله وزوينه، راها ما كتحتاجش الفران ولا شي حاجه. صافي فاش كتساليو هاد الطبقه هادي كيف ما وريتكم كتدخلوها للثلاجه شي 5 ديال الدقائق. المهم غير كتشي تشد راسها ديك الزبده وداكشي. وابخي غادي ندوزو باش نصايبوا الطبقه المواليه وشنو غادي نحتاجو فيها. اذا دابا من بعد ما خرجتها دابا من الثلاجه، من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق تجمعت ولات هي هذيك دابا. اذا غادي ندير دابا الديسير ديالي في الجناب بحال هكا. كيف ما سبق وقلت لكم بغيتو ديروا الفريز حتى هو كيجي زويون. انا دابا غندير ديال الكيوي كتجي حتى هي زوينه. اذا دابا صافي ساليت الديسير ديالي كامل درتو في الجناب. من موراها دابا غادي نخليوها على برا، ما غاديش ندخلوها للثلاجه. غادي ندوزو دابا باش نصايبوا لاباط يعني الطبقه الثانيه ونشوفوا المكونات والطريقه ديالها. خليكم. اذا دابا غادي نبداو نصايبوا الطبقه الاولى. اول حاجه غادي نحتاجوا فيها نص لتر ديال الحليب، وغادي نحتاجوا فلان عادي ديال درهم. اللي ما كيعرفوش البنات هو هذا اللي زوين. بغيتو تصايبوا ديال درهم ونص حتى هو كيجي زوين، ولكن انا هذا كيعجبني. غادي نحتاجوا 2 معالق ونص كبار ديال السكر. غادي نحتاجوا كريم باتيسي معلقه كبيره وحده صغيره. غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال مايزينا. ابخي غادي نديروه فوق البوطه. اذا البنات صافي كيف كيغلى الحليب كنضيفوا عليه اول حاجه هي السكر. كنضيفوا السكر من موراها كنحركوه شويه حتى كنحسوا به داب. صافي ومن موراها كنضيفوا كريم باتيسي وكنحركوا في اي حاجه كنضيفوها كنحركوا شويه باش ما كيديروا لكمش داك الحبيبات، ما خصهمش يبقاو داك الحبيبات. دابا غادي نضيفوا مايزينا تبقاو تحركوا غير بشويه والبوطه حتى هي تكون مهيله حتى كتبقاو تحسوا بداكشي كيبدا كيعقد شويه. صافي وكتضيفوا دابا هذا هو فلان، كتضيفوا فلان غير واحد وصافي كتبقى تحركوا مزيان مزيان مزيان.
وكتبقاو تحركوا حتى كتحسوا به علاين يعقد. ومن موراها كتبقاو تزيدوا تحركوا بجد الى عقد لكم دغيا. زيدوا عليه شي شويه ديال الحليب. الا شفتوه مازال خفيف صافي خليوه يعقد غير شويه، ومن موراها صافي طفيو عليه وخليوه يبرد غير دقيقه، وموراها كنضيفوه. اذا البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا هكا كتكون عقادت دغيا كتبردوها بيدكم، ولكن نتوما كتحركوا باش ما توليش قاصحه. وموراها كتنزلوها هكا، وفاش كتساليو كتقادوا كلشي بالمعلقه. انا نخليكم صايبه ورجع. اذا البنات صافي انا صايبت الطبقه هذه قادتها مزيان، هي راها كتعقد دغيا. غادي ندخلها للثلاجه دابا لمده ربع ساعه، وغادي ندوز نصيب الطبقه ما قبل الاخيره ان شاء الله. اذا البنات كندوزو دابا الطبقه ديال لا كريم. البنات الا بغيتو ديروا الاناء اللي غادي تخدموا فيه لا كريم ديروه في الكونجيلاتور واحد دقيقه غير يبرد، الكريم حتى هي خصها تكون ديجا بارده باش كتطلع مزيان. اذا غادي ندوزو دابا الطريقه ديال التحضير ونقول لكم فيها المكونات اللي غنحتاجو. غادي نحتاجو معالق كبار ديال السكر ونص، غادي نحتاجو فرماجه وحده، اللي بغى لوغو قاصح يزيد الثانيه ماشي مشكل. غادي نحتاجو دانون، بغيتو بيرلي اي واحد، المهم غير يكون جبن. غادي نحتاجو دابا نبداو الطريقه. اذا غادي نبداو دابا. بالنسبه للهلاله غادي نحتاجو 2 كيسان كبار، حقاش انا عندي المول كبير ماشي كبير ولكن المويان. نتوما الا عندكم مول صغير يكفي انكم ديروا كاس ونص فقط. اذا غادي ندير الهلاله دابا. اذا صافي دابا من درت هلاله ديالي غادي نضيف فرماجه وغادي نضيف السكر حتى هي هو عفوا. ومن موراها غادي نخدمو. انا كيعجبني نخدم بالطراب ديال اليد، واللي عندها الطراب كهربائي ديرو راه هذاك احسن. انا كيعجبني نخدمها باليد. صافي غنبقى نخدم هكا حتى نحس بالسكر داب لي، وديك الفرماجه حتى هي دابت، هي مازال ما دابت لي منها. ومن موراها غادي نضيف عليها اليوغورت. خليكم معايا. صافي كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما طلعت الكريم ديالي طلعت كتطلع غزاله الصراحه بالطراب ديال اليد. انا كيعجبني نطربها باليد، ما علينا. غادي نضيف لها دابا اليوغورت صافي، غادي نعاود نطربها. هي ملي كدير لها يوغورت صراحه بحال لا كريم ما كتبقاش طالعه بزاف، ولكن غير طربوها مزيان وغادي تطلع لكم. ابخي غادي نوريكم ملي غنكون كنعدلها في المول. اذا البنات صافي دابا من بعد ما خرجتها كيف ما كتشوفوا هي عاقده. غادي نضيف لها دابا الكريم وغادي نوزعو بشكل متساوي كامل. المهم بنات هاد التشيز كيك راه ما كتنكلش في نفس النهار، الا بردت اكثر من 3 ديال الساعات عاد كتنكل هي والسيرو ديالها. داكشي علاش من الاحسن تبيتوها الليل كامل غير هكا بلا كريم، وغدا عاد تصايبوا لها السيرو هذاك الفوقاني ولا اي حاجه بغيتو تذوقوها بها نتوما. الا بغيتو تستغناو على السيرو عاد كتنكل، اما باش تاكلها في نفس النهار لا. اذا صافي غادي نكمل التزيين هكا ونكمل هادشي ومن بعد نوريكم. اذا البنات صافي انا درت الطبقه الاخرانيه ما قبل الاخير عفوا، عملتها وقادتها مزيان، قادوها مزيان، وغادي نخليها تبات ليله كامله في الثلاجه، وغادي نغطيها بالسلوفان باش نتجنب انها تقيصه شي ريحه ولا شي حاجه. وصافي حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نصايب لها السيرو ديالها، والسيرو ديالها غيكون ديال الكيوي بيان سور حيت المذاق دايره ديال الكيوي. ونكمل هذا الشيء ان شاء الله حتى الغدا. صافي غنوريكم السيرو ان شاء الله غدا. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال السيرو اللي غيكون هو الطبقه الاخرانيه ديال التشيز كيك ديالنا. اول حاجه غادي نوريكم شنو غنحتاجو في السيرو. غادي نحتاجو الديسر اللي نتوما درتوه، واش درتو الكيوي ولا درتو الفريز. اذا غادي تعملوا 2 ديال الحبات ديال الفاكهه اللي درتو. غادي تحتاجوا نص كاس ديال الليمون فايت شويه. الا بغيتو ديروا كاس ديال الليمون كامل استغنيو على هاد الماء، حيت انا درت ثلث كاس ديال الليمون ونص كاس الليمون فايت شويه، ومع تقريبا 2 معالق ديال الماء كبار. كيعجبني نخلطهم، ما كيعجبنيش ندير الليمون بوحدو. وابخي غنحتاجوا 2
ساشيات ديال فلان عادي ديال درهم. وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال لا كريم باتيسي، الا بغيتو ديروها ما بغيتوش تستغناو عليها. كنديروا هنا 4 ديال المعالق ديال السكر على حساب الفاكهه. الا كانت حامضه خاصكم ضروري ديروا السكر، ولا كان ما عندكمش مع حلاوه صافي ديروا غير 3 المعالق. اول حاجه غادي نطحنوا هاد الديسير هذا، وغادي نضيفوا عليه داك الليمون، وغنضيفوا عليه الماء، وغادي ندوزو نطحنوه وابخي نرجع لكم. دابا من بعد ما طحنتو غادي ندوز للمرحله الثانيه، هي التصفيه ديالو. غادي نصفيوه من داكشي باش ما يبقاش فيه ديك الحبيبات ويخسروا لنا الديكور. صافي كيف ما كتشوفوا كنبقاو هكا كنصفيوه غير بشويه. جنبوا الا كنتو درتوا الكيوي بانه طاحوا لكم ديك الحبيبات الكحل ما غاديش يجيو زوينين. وهذا هو اللون الطبيعي ديال الكيوي اللي كتشوفوه مثلا داير شي تشيز كيك بالسيرو خضر، راه كيزيدوا له ديك الملون الاخضر باش كيجي عاطي داك اللون الخضر. انا ما غاديش نديرو. صافي البنات من بعد ما كيف ما كتشوفوا صفيت الكيوي كامل، كنضيفوا عليه السكر، وكنضيفوا عليه ديك 2 ساشيات ديال الفلان، وكنضيفوا معلقه كبيره كيف ما قلت لكم ديال الكريم باتيسي. الا بغيتو تستغناو عليها ماشي مشكل. اذا كنبقاو نحركوا المكونات كامله هكا مزيان 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 حتى كتمجز مع بعضياتها، وحركوا بالزربه باش ما يديروا لكمش ديك الحبيبات. صافي كيف ما كتشوفوا ها انا حركت المكونات كامله مزيان، ومن بعد غادي نحطها في البوطه. المستوى ديال البوطه خاصو يكون بحال هكا يعني ضعيفه، وملي كنحطوها كنخليوها مع التحريك المستمر وكتبقى حتى كتبدا تعقد شويه، ما تعقدش بزاف غير شويه، وابخي كنحطوها وغادي نخليكم حتى نكمل معكم. كيف ما كتشوفوا انا يلاه نزلته دابا من فوق البوطه، راه عقد لي شويه ولكن خليته جاري باش يدور لي. كيف ما كتشوفوا ها هي خرجه راها بارده وشاده في راسها باش منين كنكب عليها ما كتذوبش. ابخي غادي نجيب بحال هكا هاديه باش ندور عليها. الا كانت عندكم سباتيو نديروها، انا ما عرفتش فين مشات. صافي وكنكبوا هادشي هكا حتى كي نعرفوا راه برد. كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون ديالو. ملي كنضيفوا له فلان حتى ما كانش فلان كان غادي يبقى خضر، ولكن راه اللي كتشوفوه في اليوتيوب راه كيزيدوا له ملون غذائي، ولكن انا بغيتو يبقى طبيعي. المهم حتى اللون هكا راه زوين. صافي صافي كيف ما كتشوفوا انا ساليت الطبقه، ولكن هنا بقى لي. عرفتوا علاش؟ حيت ما جربتش يدي. ما ديروش الغلط ديالي كيف تبداو تحطوها ملي ديروها على سباتون ولا على اي حاجه دغيا ميلوا داكشي كامل. هادي جاتني زوينه، هادي كامله مطلقه مزيان، وهادي لعبت بها في يدي ولكن ماشي مشكل، غندير لها شي ديكور شي حاجه تتخطى. اذا من دابا كنخليها واحد 2 ساعات في الثلاجه تبرد مزيان، وابخي عاد غادي ندوز ندير لها شي ديكور هكا من الفوق ونوريكم شنو غادي ندير. بنات كيف ما كتشوفوا انا خرجت تشيز كيك واكتفيت باني نزوقو بهذه الطريقه هذه اللي عجباتو نديرها. في الاول كتشدوا داك كاريط ديال الطبخ وكديروا كتقبوه من التحت وكديروا له لا كريم في الوسط، وابخي كتبقاو ديروا بحال هذه الطريقه هذه نتوما طالعين، وانتوما كتبداو تخربقوا باش كيجي بحال العش، وكديروا له هاد اللعيبات هادو. انا درتهم باش كنزوقهم، ودرت هنا
هارت ودرت له شويه حتى هو في الوسط وصافي. هذا الطبق كيجيني ساهل. وهذه هي تشيز كيك جات واجده وغتجي غزاله ان شاء الله. دابا نديرها لكم بمذاق واحد اخر واشكال واحده اخرى. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتخليو سبسكرايب وجيم وكومنت وتفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وصافي هذا هو التشيز كيك ديالي وجد. وان شاء الله انا غادي نوريكم نكون كنقطعو وداكشي. شكرا بزاف.